بالظبط زي ما انت شفت الثمنيل بتاع الفيديو، اخيرا انتهى الموسم الاول اللي سبب ضجة وخلافات وخناقات كتير بسبب حلقاته. موسم انت مش عارف مستواه ايه من كتر ما فيه تذبذب في مستوى الحلقات اللي تم عرضها في الموسم. يعني مثلا انت عندك حلقات تاخد 0/10 وفي حلقات تاخد 10/10، زي الحلقة الثالثة والسابعة اللي خدت 0، وباقي حلقات المسلسل زي الحلقة الخامسة اللي خدت 10/10. في حاجات تايهة، في حاجات تحس انها مش في مكانها، في توهان في طريقة سرد الاحداث جوه القصة اللي هم بانيينها، تحس ان هم مش عارفين يحطوا ايه فين وده هيعمل ايه وفايدته ايه. يعني مثلا احنا المفروض نحط الحتة دي هنا عشان خاطر هتفيدنا بعد كده، لا لا لا، ده احنا لازم نضيف شخصية، الشخصية دي هنحتاجها بعدين في اننا نعمل الحركة الفلانية. فين كل ده؟ ما شفناش حاجة. تحس ان الدنيا متلخبطة، تحس ان انت قاعد اصلا بتتفرج على الموسم الاول وانت مش فاهم ايه الفكرة او المغزى اللي هم عايزين يوصلوه لك من الموسم، صح؟ يا عزيزي هنا انا بكلمك عن موسم اول عبارة عن 9 حلقات تايه، ما فهمتش الغرض منه. معلش ومع احترامي للناس اللي لعبت اللعبه، انا كمشاهد للمسلسل انا عايز حاجات تتحط في المسلسل تليق ان هو مسلسل، ماليش دعوه باحداث اللعبه والحاجات اللي حصلت في اللعبه، ده مسلسل، انا عايز حاجات معينه الاقيها جوه المسلسل عشان ده اسمه مسلسل، والحاجات دي لو قعدنا نتكلم فيها لحد الصبح مش هنخلص، هنعمل 20 فيديو. المهم دلوقتي خلينا نتكلم عن الحلقه التاسعة والاخيره، واخيرا نهايه الموسم الاول وفي انتظار الموسم الثاني. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان اللايك بيساعد جدا. يلا نبدا على طول. في الاول كده لما تدخل تشوف الحلقه وتلاقيها 40 دقيقه تستغرب، يعني في ايه؟ يعني انتوا طول ال8 حلقات اللي قبل كده كنتوا عاملينها فوق ال50 دقيقه، وكنتوا عاملين حلقات لمده ساعه وساعه وتيجوا على الحلقه الاخيره اللي هي المفروض انا داخل متوقع الاقي فيها احداث متدربكه فوق بعض بقى وحاجات كتير موت حشو، هيحشوا الحلقه الاخيره دي بحاجات كتير جدا، فمستحيل الاقيها في ال40 دقيقه دي، فتحس انك اتخضيت. المهم يا سيدي خلينا نتكلم عن مشهد البداية اللي قدر يسيطر على مشاعرك وتركيزك لبعض من الوقت. بتلاقي واحدة بتجري قدامك وانت مش عارف هي بتجري ليه ومن ايه وايه اللي حصل، وفجأة بتلاقي كليكرز وهجوم وتأثير وحماس، ويعني مشهد كان مؤثر حماسي عجبني جدا، قدر يشد انتباهي مع بدايات الحلقة الرابعة. بس معلش يعني هنا في مشكلة صغيرة، المشهد حلو وجميل وكان المفروض يحصل، بس ما كانش المفروض يحصل في بداية الحلقة الأخيرة. يعني سبحان الله سبحانه، في حاجات كده بديهيات. المشهد جميل قوي وكان ممكن يتعمل في الحلقة بتاعت الفلاش باك بتاعت إلي اللي هم ضيعوها في حاجات ملهاش لازمة، اللي تقريبا كانت الحلقة السابعة. بس عموما يعني احنا بعد كده عرفنا ان اللي بتجري ديت هي ام إلي، وبتجري من كليكرز، وإلي كانت لسه في ساعتها بتتولد، فحصل عبارة عن مواجهة بين الكليكرز وام إلي، قدر يعض ام إلي، بس إلي اتولدت قبل ما الكليكرز يتمكن منها، فممكن يكون ده مثلا السبب في المصل. صراحة هي مش واصله لي قوي، هو تم عرض الفكرة دي في اخر الحلقة ان إلي نما جواها جزء من الفطر ده مضاد للفطر التاني، فالفطر التاني لما بيجي يخش على الجسم بيلاقي فيه فطر جوه، فبيحسوا ان هما الاتنين شبه بعض. يعني اتمنى ان الحتة ديت يتم التطرق لها اكتر بطريقة علمية، وانا اطمح لكده. ليه بقى؟ عشان هما طمعوني. يعني هو في الحلقة الاولى لما اول الحلقه الاولى على طول اول المسلسل كان عاملين برنامج عباره عن علماء بيتكلموا عن الفيروسات والفطريات والحاجات ديت، فهم عندهم استعداد وعندهم امكانيه ان هم يعرضوا الحته دي علميا اكتر، نشوفها اكتر في المواسم اللي قبل كده. انا طبعا في كده الصراحه. بعد كده نعرف ان مارلين كانت مع إلي مع بداياتها، يعني مارلين هي اللي خدت إلي وربتها وحطتها في المكان دوت مع الجيش فيدرا وهكذا. حاسس اني عندي هنا بعض المشاكل مع الطابع الزمني اللي كان موجود في المشهد بتاع العضة وبتاع وصول مارلين لأم إلي. تحس كده ان مفيش تناسق شويه عكس اللي احنا شفناه. يعني هنا مفيش تطور في العضه، مفيش سرعه تحول لام إلي بسبب العضه اللي الكليكرز عضها، عكس اللي انا شفته في مشهد موت تيس لما الكليكرز عضها وبعدها بنص ساعه على طول تيس تحولت. يعني هل في اشخاص بياخد معاها ساعه ساعتين ثلاثه، ولا في اشخاص بتتحول بسرعه؟ اعتقد ان الموضوع ده بيختلف من شخص لشخص. وبعد البدايه اللي كانت فلاش باك مهم جدا مش في مكانه، بنشوف بعد كده حوارات بين جول وإلي، حوارات اتكررت على مدار 8 حلقات. استفدنا منها حاجات، استفدنا.
ما استفدناش منها حاجات، ما استفدناش. بس الحوار ده انا اقدر اقول لك ان احنا استفدنا منه جزئيه صغيره، تطور العلاقه بين جول وايلي. خلاص ما بقاش علاقه توصيله، ما بقتش سلعه بتتوصل لمكان، العلاقه بقت بين اب وبنته. وشفنا ايلي بشكل مختلف، ايلي العقلانيه اللي بتقول لجول احنا لازم نكمل، لازم كل اللي عملناه ده هيضيع على الارض. وللاسف يا عزيزي المشاهد بيني وبينك هو ضاع على الارض فعلا، وهو ده اللي مضايقني اصلا من الموسم. خلينا بس نمشي تدريجيا مع تسلسل الاحداث. وكالعاده تستمر الحوارات الثنائيه زياده عن اللزوم، بس هنا في حوار شدني مؤثر يعني، والتمثيل فيه حلو. الحوار اللي كان بين جول وايلي، وجول بيقول لها ده انا عشان بنتي ماتت ما كانش ليا هدف في الحياه فكنت عايز اموت نفسي. فراحت ايلي بتقول له الزمن بينسي، فجول بيقول لها مش الزمن هو اللي بينسي. وهنا يقصد ان هو قدر يلاقي هدف تاني ليه يعيش عشانه، وهي إيلي. وهو ده السبب في المجزرة اللي حصلت في نهاية الحلقة التاسعة. وبعد كل الفلاش باك والحوارات الثنائية دي كلها بتيجي الدقيقة 20 منتصف الحلقة التاسعة، وانا لسه مستني الفاير فلايز. بس اخيرا الفاير فلايز يقابلوا جول وإيلي، المقابلة اللي انا ما كنتش اتخيلها وما كنتش اتوقعها، واكيد انت عزيزي المشاهد ما كنتش تتمنى المقابلة دي. الفاير فلايز مسك جول وقال له صباح الفل يا عم جول، شكرا كده على كل الابداع اللي انت ابدعته وكل المغامرات وكل التضحيات اللي انت ضحيتها دي، انك وصلت لنا إيلي، خد بعضك بقى وامشي. تخيل بيقول جول اللي هو خلاص لقى الهدف من الحياه من العيشه اللي هو هيعيشها، يقولوا له خد بعضك وامشي. فجول طبعا اتضايق واتعفرت واتجنن وراح عمل مجزره، قتل كل الفاير فلايز كلهم، الجنود بالدكاتره بمرن كل ده عشان ينقذ إيلي، عشان هو عنده هسس في دماغه ان العمليه هتبوظ. خلاص هم هيخشوا يعملوا عمليه على إيلي عشان ياخدوا المصل منها ويبداوا يعملوا شويه اختبارات كده كيميائيه مع عمليه، وقال لك العمليه دي هتبوظ. فراح نازل بقى ضرب في كل اللي موجود. وبيني وبينك من ساعه المشهد ده وانا مش طايق المسلسل. 9 حلقات بتفرج على المسلسل عشان خاطر الحته دي، هي دي، هو ده الحاجه او الحبكه اللي بتحرك من قصه المسلسل، هي اللي بتخلق احداث في طريقهم. وفي الاخر يجي الحته اللي انا مستنيها بقالي 9 حلقات، بقالي حوالي يجي شهرين، ما تطلعش زي ما انا عايز، زي ما انا متخيل ومتوقع. فين الهدف من المسلسل بقى دلوقتي؟ يعني دلوقتي الدنيا اللي هيحصل فيها بقى؟ انا مش فاهم ليه. كان ممكن يكون في سيناريوهات احسن يا جدعان، كان ممكن يكون في حاجات افضل. يعني مش عايز اتطرق ليه عشان ما ناخدش وقت طويل، بس يعني كان ممكن جول ينضم لجنود مارلين، تقول له بقى انت راجل زي الفل وشجاع وعندك قوة، فانا عايزك تنضم لجنودي، ومن خلال هذه النقطة تكون قريب من إيلي. بس المخرج عايز كده، هو اختار ان هو يعرض الفكرة بالطريقة دي. وتاني انا بقول لك ماليش دعوه بفكره اللعبه وبقصه اللعبه وبالحاجات اللي حصلت فيها، انا ليا دعوه ده بالمسلسل. انا دلوقتي قدامي مسلسل محتاج اشوف فيه بعض النقط ما لقيتهاش، في حاجات تليق بمسلسل وفي حاجات تليق بلعبه، ما تخلطوش الاثنين مع بعض. هو ده الخوف من الناس كانت خايفه ان المسلسل يفشل بسبب ان هو جاي من لعبه. لا هو لو اتعمل صح مش هيفشل، بس لو بالاسلوب ده انا الصراحه مش متحمس للموسم الثاني. الحلقه حلوه، الحلقه حلوه. وحشه؟ لا مش وحشه. طب هي حلوه قوي؟ مش حلوه قوي. وحشه قوي؟ لا مش وحشه قوي. طب هي حلوه ولا وحشه؟ مش عارف. في حاجات فيها حلوه وفي حاجات فيها وحشه. اصل بص هقول لك حاجه، في حاجات معينه انت لما بتلاقيها في اي عمل بتطمح، بيبقى عندك توقعات وحاجات بتقول لك ان هو هيبقى حلو، زي شركه الانتاج HBO، زي كميه الاموال اللي تم ضخها في انتاج المسلسل، زي الناس المسؤوله عن اخراج المسلسل، فكره المسلسل عموما. كل ده بيخلق نوع من التوقعات عندك والبهجه كده ان انت هتشوف حاجه حلوه. بس للاسف المفروض انت اصلا ما تخلقش توقعات لاي حاجه، حتى لو الشركه دي هتكون شركه جايه من الفضاء هتصنع مسلسل، ما تعملش توقعات لاي حاجه خالص. بس يا سيدي الموسم الاول عباره عن 9 حلقات، موسم متذبذب، اديله تقييم 7 من 9 على كل الحاجات والهجص اللي حصلت فيه من حاجات حلوه وحاجات سيئه. وفي انتظار الموسم الثاني، ومعرفش الموسم الثاني هيبقى مستواه عامل ازاي، الدنيا فيها تبقى ماشيه عامله ازاي، الله اعلم. المهم بقى انت ما تنساش اللايك والاشتراك عشان اللايك بيفرق كتير في الفيديو. ودلوقتي استنى لي فيديوهات جديده، ويلا سلام.